أنا أحيي وأهنئ الأخ الكريم الشيخ إبراهيم هذه مدير هذه المدرسة العملاقة العريقة. إنني مرة أخرى في غبطة عظيمة، فأهنئكم مرة أخرى. سأقدم إليكم باقة زهراء، باقة زهراء لكوكبة ثلاثية من البرافسة، وهم اليوم وهؤلاء الثلاثة هم الذين يمثلون الفوج الحادية عشرة من البرافسة الذي تم تخريجهم على يد عبد الباقي. كما أهنئكم مرة أخرى على مقربة من عامين القادمين. سأقدم إليكم فخورة أخرى تتمثل في رئيسة القسم عندما تقوم هي أول بروفيسور عربية إن شاء الله. وقد بشرت أمير إيلوني وتمنيت منه أن تكون هناك كلية تربية البنات. هذا العرض قد قدمت إلى بني إيلوني نودان زون إنشاء كلية التربية العربية البنات. كذلك أوصي أمير كانو بإنشاء كلية البنات العربية. كذلك سيركن أجاي في نيجا، وهو كذلك ينشئ كلية التربية للبنات. تلكم الكليات الثلاث في ذكرى بنات الأمير عبد القادر. لا أطيل عليكم. إذا ما كان عبد الباقي هو جد البرافسة لسلسلة العقود الحادية عشرة، وهو اليوم وهو أبو فرافسة يقوله، هو يقول عبد الباقي أبو فرافسة اليوم. إن لم ينزل عبد الباقي جد الأعلى للفرافسة، كيف ينزل إلى أبي الفرافسة؟ لذلك اليوم دعوة من دعوات الشيخ المليلوي. لما رجع الأستاذ صديق فاروق رحمة الله عليه من المغرب، وكنت مشرف الندوات في المركز ونظمت له حفلة القدوم. أقمنا هذه الندوة وهيجت مشاعر الشيخ المليلوي، ويقول كن الباقي إنه ذلك اليوم يوم ينتظره، يوم يكون المركز كصنو ندوة العلماء في لكهون. فاليوم حضورنا اليوم لشكر والتقدير لله رب العزة الذي خرج هؤلاء الثلاثة وهم زملاء الشيخ إبراهيم. فأعجبني
صنعه ما قاله في كلمته. لو كانت رئيسة القسم تأذن لي لقلت بأن هذه المقالة إذا استطاع أن يكتب 11 من بينها ستلحق بتتويج بروفيسور، وليست هذه بدعة مني، ليست هذه بدعة مني، سبقني مهدي آدم هو خير من هو زخر للذين تولوا رئاسة جامعة عثمان بن فوديو. هو مؤرخ وهو الذي أنشأ قسم الدراسات الإسلامية، القسم العلمية، وهذه الدراسات الإسلامية لها يعني مشاريع ثلاثة: تحقيق المخطوطات، تنظيم مسابقات القرآنية، دعوة العلماء وإعطاء شيوخ الإنجليز وإعطائهم يعني برامج البحث العلمي. فأراد أن يجعل أستاذ النائبي دايركتور لهذه المركز الدراسة الإسلامية. فأستاذ علي النائبي يعني آية من آيات الله في جامعة بايرو، وهو لم يحدد دكتوراه. إذا كان يعني المشرفون الذين يشرفون على الأستاذ النائبي لتحديد دكتوراه فهذا إهباط العلم، وأبى الله قبله، أبى الله ثم أبى، فأصبح فنادى النائبي يعني فأعطاه يعني بروشيب، ولم يكن يحمل الدكتوراه، وهو الذي أشرف على الباقي في ماجستير والدكتوراه. لما انتهيت من الماجستير كتب كلمته الخالدة في أساليب بلاغية. نتمنى من الله أن يرزقنا كيف نشر هذا الكتاب. نعم، قال: لقد بذلت جهدا مشكورا في هذا البعث، وسترى آراء الناس حوله إذا تم نشره، والله يوفقك أن تخرج بحثا آخر كالذي قمت به. لذلك أنا أبشر الشيخ إبراهيم بأنه الآن إن شاء الله سيلتحق بزملائه إذا استمر على درب هذا. إذا استمر هذا درب هذا، بمعنى هو الآن يبدأ رحلته فيطوف على زملائه هؤلاء، لأن يعني أبو ثلاثة بروف حقيقي، بروف الأسلي، دكتور، زملاؤه عندما كانوا في الجامعة الإسلامية في سعي، ولكن هو شيخ فهذا الذي نراه فيه الآن، بمعنى أنه لم يتقيد في الجامعة، ولكن أعماله ودؤوبه جعله يعني إذا استمر على ذلك، بمعنى يقرأ ويكتب ويعرض عليه ويشفون عليه. نسأل الله. لذلك أنا أقترح على أستاذ الدكتور غاتا، وهو الذي يشرف عليه، فباقي جدكم الآلة فكيف ينوبها. هذا يعني هو تام. تفضل. ما الجبلية، ما جبل بلاغة، جبل يعود إلى هدف، يعود إلى ساحل. لا، تفضل يا أخي. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صونا للوقت، ولا بد أن نتماثل بما قد أشار إليه جدنا الكريم. قولوا أدام الله حياته. بإذن الله تعالى أنا أقرأ عليكم أسماء المهادرين الذين يقومون بتقديم أوراقهم، وعلى طليعة منهم الأستاذ الدكتور علي عبد القادر الأسلي. عنوان المقالة: مستقبل الشباب نيجيريا بين الدياء والحفاظ. الثاني منهم الدكتور عبد الحكيم جبريل عيسى بعنوان مدارس بلاد يوروبا في خدمة التراث الإسلامي قديما وحديثا، دراسة مقارنة. والأخير دكتور مرتضى أكيدي بعنوان الوسطية وحصادها في الإنجازات الدعوية. كل هذه العناوين بإذن الله تعالى سيتناول وستصغون إليها من قبل هؤلاء الجبل الذين يلقين علينا هذه الأمور، يودئونها. هل يسمون جبلان؟ لا، أنا جبل وهو جبال. هؤلاء الهدب هؤلاء سيقومون بهذه الواجبات، علما مني أنهم سيؤتون هذه العناوين حقه. بالله أنصتوا وأصغوا إليهم حتى نستفيدوا بصفة عامة. لعلنا نؤتي كل واحد منهم 10 دقائق يقدمون بالعربية من حوالي 5 أو 7 دقائق، ويلخصون ما يكونونه باللغة محلية، لغة يوروبا، من خلال 3 دقائق، ثم نعلق بإذن الله تعالى. أنا أتشرف بنداء الأستاذ الدكتور علي عبد القادر الأسلي بعنوان مقالته مستقبل الشباب النيجيريا بين الدياء والحفاظ. بالله نحن هؤلاء شبان لابد أن نستفيد من هذه المقالة أكثر ما يتمناه الغير. نسأل لك التوفيق والسداد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور علي عبد القادر العسلي، خريج دار العلوم لجبهة الأئمة والعلماء في لومي، وحاصل على درجة بكالوريوس الجامعة الإسلامية في نيجر، كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية. كما نال درجة الماجستير في الأدب والبلاغة من جامعة جوس نيجيريا، ثم درجة الدكتوراه في الأدب والبلاغة من جامعة عثمان دانفوديو في سوكوتو، وهو حاليا محاضر في جامعة ولاية يوبي. أهلا بكم وسهلا بكم. أيها البروفيسور.